السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية حرة أصيلة اللي هي رفيس القسنطيني. كل واحد كيف يسميه، كان حتى اللي يقولوا له رفيس الزراوي. هنا رفيس راكم تشوفوا فيه وعنده واحد البنة، وكاين بزاف اللي يبغيوه بزاف يموتوا عليه، يعني عندهم عشق هذه الوصفة. فوالا اللي هنا عندي طريقة التحضير. عندي 3 كيلات تاع سميد يكون متوسط، ما يكون خشين، ما يكون رطب، يعني ما ديروش رطب خلاص هذاك اللي نديرو به المسمن، ديرو متوسط عادي ما يكونش خشين. هنا درت 3 كيلات تاع سميد، قلت لكم زدت لهم كيله نتاع بين السمن والزيت. انا درت السمن وكملتها بالزيت، نتوما حبيتو تخدموه بالزيت لكن يجيكم مزيت شويه، من بعد يطلق لكم الزيت. حبيتو ديروه بالزبده، حبيتو ديروه بالسمن، يعني الجود من الموجود. اللي ما لقاتش وخلاص تقدر دير الزيت، يعني بكل سهوله بكل بساطه راح ينجح معاكم، لانه الكسره تعرفوها نبسوها بالزيت برك تنجح لنا، وانتم اختياري ليكم. فوالا هذه الكيله راح نخليها تبرد لي، ما نديرهاش وهي سخونه، يعني تكون دافيه، لانه لو كان نديرها تجمد لي. ليه درت لها كذلك الملح، عندنا الملح وعندنا ليدام وعندنا السميد، ورايحين نطموهم بالماء وماء الزهر فقط. هنايا نبسوا العجينه السميد تاعنا مليح، ضروري انكم تبسوه تخدموه، ماشي غير تحطوا ليدام هذه ومن بعد تضيفوا الماء وماء الزهر، لا، تبسوه مليح باليد، يعني يولي لكم حبه بحبه، ومن بعد تزيدوا له ليدام. هنا نخدموه باليد، احسن حاجه ان نخدموه باليد. بالنسبه للسميد تاعنا ما يتعجنش، يبقى كيما نراه. هنا قلت لكم عندي ماء وماء زهر، ما يكون دافي اكيد، ما يكونش بارد، يكون دافي، ونديروا له ماء زهر. وهنا راح نلموه فقط، يعني مش رايحين تدلكوه وتعجنوه مليح، لا، تلموه فقط. شوفوا بهذه الطريقه تكون عجينه طريه ومتماسكه، ما تكونش عجينه مرخوفه. هنا في صينيه تدخلوا الفرن، راح نحطوا كميه نخبزوه كيما نخبزوا الكسره، لكن تكون شويه خشينه. بهذه الطريقه تحطوه يحمر لكم من تحت ومن فوق، يعني ضروري انه يحمر لكم. طيبوه على نار تكون متوسطه، ما تكونش قويه بزاف ما تكونش قليله. هنايا تخليوه حتى يحمر لكم. شوفوا بهذه الطريقه تلقاوه حمر من فوق وحمر من تحت هكا. هنايا راهو يكون الكميه بس شويه لكن طري. فوالا بهذه الطريقه. شوف هنا واش راح ندير عليكم وعلى المهرس، واللي ما عندهاش المهرس وزقت عليه دير روبو نورمال، ما كاش مشكل، يعني حتى الروبو يسهل عليك. بالمهرس اللي هنا راح ترطبوه سهل، يعني مش سهل مش لدرجه تضغطوا عليه بزاف كيما شخشوها، لا، هذا سهل، غير تفتوه فقط وراح تحطوه في الغربال. هذا اللي يقولوا غربال، اللي يقولوا سيار، كل واحد كيفاه يسميه. هنا هذا النوع درت سيار الزرع، قولوا له سيار الزرع، يعني تاع البربوشه اللي يكون مفتوح عليه، مفتوح تماما، ماهوش تاع الشخشوخه، قلت تاع الزرع، حنا نقولوا سيار الزرع. هنايا حبتو تكون قد الفتحه تاعو، يعني تهزلنا تاع البركوكس، ولا نقولوا تاع البركوكس ولا العيش، ولا كل واحد كيف يسميه. نحيولوا هذاك الخشين وتعاودوا ترطبوه وتعاودوا تردوه. هذا تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه، كل ما تحتاجوا تجبدوه منه تقدروا تستعملوه مباشره. انا نوجدوا لبعيد ونخليه وقت العرس ولا حاجه ومن بعد نجبدوه. هنايا بعد ما نجبدوه شوفوا راه واجد. هنا وجدت الحليب، توجدوا ماء الزهر، توجدوا حوالي يطره ولا 2 يطرة تاع الحليب، وتوجدوا قرعه تاع ماء الزهر. هنا خلطت الماء وماء الزهر، تقدروا ديروا ماء الزهر وحده وتقدروا ديروا الحليب وحده، انا خلطتهم نستعمل فيهم. فوالا راح نتشمخوه كامل، تشمخوه حبه بحبه. شوفوا كيف رانا نهزو فيه بيدينا الفوق ونحكوه بيدينا باه يولي لنا حبه بحبه، يعني مش يتخلط بالمغرف، لا، تستعملوا بالايدي باش يجيكم يعني ما شاء الله. تخدموه مليح بهذه الطريقه وتحطوه انتم تخدموه هنا، والبرمه تاعكم ديروا فيها الماء تخليوه يغلي. كي يولي لكم هذاك الماء يبدا يغلي تحطوا هذا الخليط هذا تحطوه يفور بهذه الطريقه. شوفوا يكون كانه مشمخ، لكن كل حاجه وحده. هنايا في الكسكاس تحطوا هذاك الخليط كامل تحطوه يفور لكم مليح. هنا من الاحسن ديروا بالكونتيتي، كي تكون عندكم كونتيتي كبيره ديروا غير بشويه، كل ما يخرج الفوار كل ما تزيدوا عليه.
فوالا بهذه الطريقه نخليه يزيد يخرج لي الفوار، نزيد نضيف له حتى نكمل كامل الكونتيتي اللي عندي، نفورو كامل. شوفوا بهذه الطريقه. بعد ما يفور لي كامل راح نعاود نخدمه. من الاحسن تخدموه في الجفنه، ما ديروش في بول صغيره ولا لا، ديروا في الجفنه باش يجيكم حبه بحبه. هنا راح نخدمه بنفس الطريقه اللي درتها الاولى، يعني راح نعاود التفويره بالحليب والماء الزهر. ولكم تقدروا تستغناو على الخليط هذا، ديروا حليب وحده وماء زهر وحده، لكن في المره الاولى ديروا حليب والمره الثانيه ديروا ماء زهر. هنا نخلطوه مليح وهو سخون، ومن بعد نعاود نفتحوه بالايدي، لانه الحليب رانا درناه بارد ما درناش سخون، هذه باينه يعني فاتر كما نقولوا بحراره درجه حراره الغرفه. وهكا ونعاود نفتحوه مليح بيديا، ونعاود نردو يفور كما قلت لكم. تفوروه بالكميه، ما تفوروش على مره واحده. نفس الطريقه نفوروه غير بالكميه، ومن بعد نحيوه حتى يفورنا كامل، يعني تخلصوا منه. نحيوه من الكسكاس ونفرغوه في الجفنه. هنايا راهو بارد، راكم تشوفوا فيه خلاص. هنايا فركناه درنا حبه بحبه، يعني تخدموه بالايدي مباشره. وشحال ديروا؟ هنا جبت مرميطه، ما تقدروش ديروا الا كانت عندكم طاوه كبيره شويه ديروا مرميطه، لاني درت كونتيتي كبيره تاع عرس ماهيش كونتيتي صغيره. درت له الباطه تاع العسل تاع كيلو، درت 2 كيلو ونص تاع العسل، ودرت لهم تقدروا حتى تضيفوا 3 كيلو على حسب ما بغيتوه مشمخ بزاف ولا شويه. 3 قريب 3 كيلو تاع العسل. درت لهم باطه تاع يعني كيلو غير ربع، لا عفوا هي كيلو غير ربع تاع سمن تاع المارغرين عفوا. تقدروا ديروا الزبده، تقدروا ديروا الزبده تاع ستار هذيك اللي البنينه، كذلك تقدروا ديروا الدهان. هنا المهم تكون حاجه ميدمه. درت لكم علبه، ودرت كيلو، هي العلبه فيها 500، درت كيلو غير ربع. ذوبتهم فوق النار. ولا هنا درت كيلو تاع الكاوكاو يكون مدشش رطب، ما يكونش مدشش خشين. بالمختصر المفيد انه يكون كيما تاع البقلاوه، حبته ماهيش خشينه بزاف وماهيش رطبه، يعني يكون مرحي مرحي مليح، يعني معقول يبان لكم باللي مرحي. نخلطوه مليح، وراح ندير لهم هذيك الزبده والعسل اللي كنا ذوبناه، ما يكونوش سخونين يغليو، العكس نخليهم حتى ذوبنا هذيك الزبده هذيك مع العسل هذاك، ومن بعد نخليهم يوليو فاترين شويه ونفرغوهم فوق هذاك الخليط اكيد مع التحريك. واكيد راح نزيدوا تستخدموا الايدي، لانه لو كان ديروا بالملعقه كاين بلاصه راح تتمس وبلاصه ما تمسش. تخدموه مليح هنايا بهذه الطريقه. تحطوه، بغيتو تضيفوا له سكر كلاصي كيما بغيتو، تخليوه كيف هكذا. هنايا درتو في علب لانه معسل بزاف وشرب لي العسل هذاك، نديرو في علب ومن بعد نزيد نضغط عليه باه يحكم لي لا فورم تاعو. درت له ديكور خفيف اللي هو كوكاوي فيلي، زدت له العقاشات هذوك تاع الحلوات اللي يكونوا رخشان شويه واللي يكونوا رقاق. ديكور اختياري ليكم نتوما واش بغيتو ديروا له. التزيين هنايا غلفته بالعلبه تاعو في علب الالومنيوم، درت له الملعقه. بالتوفيق. السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو جديد تاع نهار اليوم. عندنا وصفة هايلة راحين تحبوها أكيد، بما أنها وصفة تقليدية لكن بدلنا فيها شوية، لكن تبقى هي نفس النكهة، نفس المكونات، نفس كل شيء. أول شيء واش عندنا وصفة البجاوية. واش راح نستعملوا فيها؟ راح نستعملوا كيلو تاع الفارينة، والله كيما شوفوا أنا درت 4 كيلات تاع المارغرين. الكيلة تاع المارغرين درت 4 كيلات تاع فارينه نكونوا غربناها من قبل، درنا لها ذره تاع الملح، ودرنا لها باكي تاع خميره الحلويات. بالنسبه للكيله هذه انا درت كميه راح تفوت 150 حبه، وانتم اختياري ليكم، تقدروا ديروا كيلو وتقدروا ديروا اقل. هنا درت لها نص كيله تاع ليدام، تحبوا ديروا زبده، تحبوا ديروا سمن، تحبوا ديروا مارغرين، كيما تحبوا. ما كثرتش ليدان بزاف باسكو راح تقلى، من بعد راح نتقليوها في الزيت. فوالا ندخل هذيك الزبده في كامل هذيك الفارينه، يعني نبسسها مليح بيديا. بعد ما نبسسها حتى تولي لي يعني كامل تكون مبسه. هنا واش نفس الكيله درت فيها حبه تاع البيض، حبه تامه، ودرت لها نص كيله تاع المزهر ونص كيله نتاع الماء حتى تولي لي كيله تاع الماء. هنايا استعملت
تقريبا 2 كيلات تاع خليط بين ماء وماء زهر، لكن البيضه بيضه وحده فقط، بيضه وحده. يعني درت هذه الكيله ومن بعد درت كيله واحده اخرى، درت لها نص ماء زهر ونص ماء، ونطم به هذيك العجينه حتى تنطم لي كامل. بالنسبه للعجينه تاعنا تكون ماهيش يابسه وماهيش طريه، العجينه ما تكونش معجونه بزاف، يعني فقط تلموها. شوفوا كيفاه راهي ماهيش معجونه، يعني راهي تقطع. هنا نخليها تروبوزي وقت معين، على الاقل على الاقل ساعتين وروح، يعني تقدروا حتى تخليوها ليله كامله. فوالا نخلي هذه العجينه تروبوزي مليح، ونروح نحيها وراح نقطعها كوريات بعد ما روبوزات لي. نقطعها كوريات يعني اختياري، ما نعطيكمش حجم الكوريه ولا الوزن تاعها، باسكو راح نحلها على حسب واش عندكم بلان دو طرافاي، تقدروا تصغروها كيما تقدروا تكبروها. هنايا نفتحها مليح حتى تجيني بهذا السمك. بالنسبه للسمك تاعها قلت ما يكونش خشين بزاف، تكون رقيقه. هنايا نرقوها مليح ورايحين نرشوا الفرينه فيها، نرشوها كامل باه ما تلصقليش في بعضها، ونعاود نروليها بهذه الطبقه، نديرها بهذه الطريقه، نديرها كي الرولي. ما نضغطش مليح لانه مش باغيتها تلصق لي، باغيتها تبقى لي مفتوحه. فوالا نحطها على شكل حربوش بهذه الطريقه. اللي عندها آلة تاع فتح العجين تقدروا تستعملوها، واللي ما عندهاش تقدر ديرها في العرب تاع اللي نرحيو فيها البصله، يعني اللي تقطعي فيها البصله. فوالا ديروها مباشره في المقلاة، ولا بهذه الطريقه تعطينا كيما نقولوا الوصفه. عندنا واحد الوصفه تقليديه يقولها المقطعه، لكن هذه تجي رقيقه عليها. نفتحوها بسهوله لان درنا فيها الفرينه، وبمساعده الفرينه رايحين تفتحوها، ما تخافوش منها، باسكو رايحين نعاودوا نغربلوها ونحيو هذيك الفرينه الزايده، نحيوها كامل. شوفوا هنا يتحل لنا بسهوله تامه. هنا شوفوا كامل ولاتنا شرائط. فوالا بهذه الطريقه، شوفوا سهله خلاص. الطريقه هذه كامل ماشي راح تعبكم، لانه هي فيها صح مكونات، تكون شي فيها مكونات، لكن الحاجه الوحيده اللي جاتني صعيبه في هذه النوغاتين او البجاويه، كاين اللي يقولها نوغاتين، كاين اللي يقولها بجاويه، هي التقطاع تاعها. يعني التقطاع تاعها شويه يجيكم صعيب فقط، لكن كل شيء يجيكم سهل. تكملوا تفتحوها كامل. ما بين فتحتوا القطعه الثانيه تكون القطعه الاولى ولا اللي قبلها، اللي بعد قبلها تكون راهي تتقلى، يعني سهله. درك هذه نحطوها تقلى ونعاودوا نخدموا واحده اخرى تخدموها براحتكم، ما فيهاش سرعه. هنا نغربلوها مليح، نحيو هذيك الفرينه كامل زايده. شوفوا نفضها مليح من هذيك الفرينه. ما بين درت الزيت حطيته على نار متوسطه، يعني ما تكونش نار قليله حتى تشرب لكم الزيت كامل، وما تكونش نار قويه حتى تحرق لكم، تكون نار متوسطه فقط، وتحطوها تتقلى لكم. هذا هو الزيت تاعنا بعد ما سخنا مليح، اللي ما بانش يعني تستيه بقطعه صغيره، وتحطوها تقلى. بالنسبه للعجينه هذه انايا نبغيها تكون صفرة، طايبه وصفرة، مايله شويه للحموريه، ما تخليوهاش تجيكم بيضاء، يعني تكون مش طايبه مع الوقت حتى تفسد لكم الحلوه تاعكم، وما تخليوهاش تكون حمراء حتى تعطيكم لون ماهوش مش حيجيك مليح. شوفوا هكا تكون مايله للحموريه فقط، فيها الصفوريه خفيفه، نحيو هكا لانها تكون يبست الديجه، تقطع لكم حتى في الاخر. تهزوها بالمصفات، ما تخليوهاش كامل ومن بعد توليو تلقاوها محروقه. هنا نخليوها غير تبرد شويه فقط، ونروحوا يعني تحكموها باليد، تفتوها غير خفيف هكاك، ولا تحكموها بالكاس، ولا اللي عندها روبو ديرها في الروبو، يعني اختياري لكم. الاحسن هو ديروها هكا فقط، يعني تفتوها تجيكم قطع صغيرات بهذه الطريقه. سهله، طريقه سهله جدا وما تعبكمش. فوالا لانه درت فيها الخميره مش راح تجيكم يابسه بزاف. هنا بعد ما وجدتها كامل، وجدت لها لهنا 500 غرام تاع القطايف، تقدروا تضيفوا اكثر تقدروا تقلوا، اختياري لكم كل واحد النكهه تاعو. عندي 200 غرام من الجنجلانيه محمصه، وعندي الكاوكاو اللي درت تقريبا 2 كيلو تاع كاوكاو. الكاوكاو اللي عندي لهنا رطب، انايا درت الخشين درت به البقلاوه، والرقيق درت به الحلوه هذه. عندي العسل، وعندنا حلوه الترك. حلوه الترك كل ما كثرتوا لها كل ما تجيكم بنينه، وكاضافه تقدروا تضيفوها اللي هي
الجلوكوز. الجلوكوز راح تجيك من الحلوى تاعكم تتعلق. اختيار هنا حنقسم كل شيء على زوج باش تجيني سهله وما تعبنيش العجينه. فوالا حلوى الترك، القطايف، الكاوكاو، الجلجلانيه، ونطمها بالعسل مع العجينه. هنا واش عندنا صينيه. شوفوا هنا نخلطهم مليح قبل ما نوجدوا الصينيه، نخلطهم مليح بهذه الطريقه. بعد ما نخلط كامل هذيك المكونات، نكون العسل حطيته على نار تفالي شويه، ما يكونش سخون، يكون دافي فقط باش يسهل لكم عمليه تاع التحريك تاعو. بالنسبه للبجاويه تاعكم حتى تولي كامل مشربه، تشربوها مليح، ما تخليوهاش حتى يولي بالزايد، لا تشربوها فقط. قلت لازم توجدوا صينيه من قبل، تحطوها بجهه وتفرشوا لها كيس بلاستيكي. الطريقه هذه راح تساعدكم يعني تجيكم هايله. فوالا نغطيها بالكيس بلاستيكي كذلك، ورايحه نحلها بالحلال. ماشي القصد تاعي اني نحلها، قصد تاعي اني نضغطها تحكم لا فورم تاعها، لانه راح تكون بيناتهم فراغات. راح نضغط لكن مش بقوه لدرجه اني نرصها كامل، لكن اني الحلوه تاعي نجملها تولي لي قطعه وحده، يعني ما نخليش فيها فراغات. لما تشوفوا بلاصه يعني ما فيهاش بزاف، تجيبوا لها من بلاصه اخرى ولا تزيدوا لها كونتيتي من الجوانب. وهنايا شوفوا مام بالملعقه ولا بالسكين راح يتعدلوا لها الجوانب تاعها، تضغطوها مليح، ما تخليوهاش، ما تخافوش ما تخرج لكمش العسل. الكيس البلاستيكي ينتزع بسهوله لانه العسل تاعنا مازال دافي، ما بردش، ما خليناش حتى ولا بارد يعني يجمد لنا. هنا قطعوها بالشكل اللي حبيتوه. هنايا حبيت ندي لا فورم تاع شكل مثلث، هنا نطراسي فقط، ومن بعد نقطع بالسكين. ولا حبيتو شكل مربع، هنايا بنخليها بجهه. الحلوه تاعنا نخليوها حوالي ساعتين وروح باش تحكم روحها. لهنا عندي كاوكاو قلت خشين، يعني تقدروا تستعملوه. راح لهنا واش ندير، راح ندير فوق بيستاش، تقدروا تشريوه كيما تقدروا تستعملوه. لهنا عندي كاوكاو خشين، ما درتش الرطب، درت كاوكاو مرحي خشين، ضفت له الماء الزهر. شوفوا حتى يتشرب مليح هذاك الماء الزهر. واش عندي كولورون، هذه كولورون شريتها بالميزان، يعني اي لون ديروه. تقدروا تضيفوا حتى الملون السائل، الملون الاخضر. هنا نخلط مليح برك ونخليه ينشف لي حتى ينشف تماما، وهنا نستعملو، راح نستعملو للتزيين. هنايا الحلوه قلت راني خليتها تريح لي وقت، لازم تغطيوها بالكيس بلاستيكي وتخليوها حتى ليله، ما كانش مشكل، ليلتين تخليوها ومن بعد تقطعوها. لانه لو كانت تقطعوها في دقيقتها راح تفرتت لكم، مش حتبقى لكم حاكمه لا فورم تاعها. هنا شوفوا الكولار تاعو ولا نافو بيستاش الجاهز اللي يتباع على برا. هنا بعد ما ترصيتها شوفوا حطيت لها الديكور تاعها، درت لها هذا الفو بيستاش وزدت لها الكرز درت علبه كبيره، لاني درت حوالي 160 اكثر من 160 حبه، قريب 170 حبه. تفوت لي حتى جاتني حتى قريب 200 حبه. فوالا هذا هو الشكل تاعها. شوفوا انا اخترت مثلث، انتم تقدروا ديروه شكل مقروطه، تقدروا ديروه شكل مربع، تقدروا ديروه شكل اللي تبغيوه. المهم هذا هو، قلت لكم شويه في التقطاع تاعها برك شويه صعيب. هذا مكان هنايا شوفوا نقطعها كامل ونحي الحبات تاعنا، وباذن الله تكون الحلوه تاعنا جاهزه. نحطوها في الكيسات. الشكل تاعها السمك تاعها يكون حوالي 2 سنتيم الى 3 سنتيم، اختياري ليكم. هنايا درتها حوالي 2 سنتيم فقط. هنايا نعدلها لا فورم تاعها بالايدي فقط ونحطوها. الجلوكوز قلت اختياري، يعني يعطيكم باش تجيكم الحلوه تاعكم معلكه فقط. هذه هي مكونات الحلوى، تقدروا تزيدوا، تقدروا تنقصوا القطايف، راح تعطي هذيك القرمشه. كما تقدروا تستغناو على العجينه وديروا المكونات اللي درناهم فقط. هذه هي الحلوى تاعنا، ان شاء الله تعجبكم حلوة البجاوية أو النوغاتين. إن شاء الله تجربوها، اللي عنده عرس، اللي عنده فرح، اللي عنده مناسبة عيد. نتمنى لكم النجاح والتوفيق.